حاليا هناك حملة في مواقع التواصل الاجتماعي تنادي بفرض الفيزا على المواطنين الفرنسيين. هذه الحملة التي بدأت على منصة إكس أو تويتر سابقا، مغاربة يريدون تطبيق الفيزا على فرنسا. هذه الحملة انتشرت بسرعة في وقت قصير، بحيث أن بعض المغاربة طالبوا بفرض الفيزا والتخلص من مخلفات الاستعمار، والتخلص كذلك من اللغة الفرنسية. هذه الحملة بدأت بعد طرد صحفيين فرنسيين من البلاد الأسبوع الماضي. فما هي التفاصيل؟ وهل يمكن للمغرب أن يفرض الفيزا على فرنسا؟ وما تداعيات ذلك؟ أزمة المغرب وفرنسا ورائها أسباب كثيرة، فمثلا عند التحدث عن أزمة الفيزا التي كانت ولا زالت يعانون منها المغاربة حاليا الذين يريدون الذهاب إلى فرنسا، حسب الأرقام منذ 2020 وفرنسا تطبق إجراءات صارمة بالنسبة للمغاربة الذين يطلبون الفيزا للذهاب إلى فرنسا. ففي 2019 مثلا تم قبول 346 ألف مغربي، في حين أن في 2020 تم قبول فقط 98 ألف مغربي. وحسب السلطات الفرنسية فالسبب هو أن المغرب لا يريد استقبال مهاجرين غير شرعيين يعيشون في فرنسا، بالإضافة لأن المغرب يطالب فرنسا بالخروج بموقف واضح بخصوص الصحراء المغربية، الشيء الذي من الصعب أن يقوم به ماكرون حاليا، لأن الاعتراف بالصحراء المغربية يعني مباشرة ضرب العلاقات الفرنسية الجزائرية، زائد أن المغرب سحب السفير المغربي من فرنسا، ولحد الآن لا يوجد سفير مغربي بفرنسا. والشيء الذي زاد من توتر العلاقات بين المغرب وفرنسا هو زلزال الحوز، بحيث أن السلطات المغربية تجاهلت طلب فرنسا بخصوص تقديم المساعدات، والمغرب قرر قبول فقط مساعدات من طرف 4 دول، وهم قطر والإمارات وإسبانيا وبريطانيا. رفض المغرب للمساعدات الفرنسية يعتبر ضربة قوية للعلاقات بين المغرب وفرنسا، نظرا لأنه تاريخيا فرنسا هي الشريك الأول للمغرب، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي لتصوير فيديو وهو يخاطب الشعب المغربي بشكل مباشر، الشيء الذي لم يتقبله المغاربة بأي صفة تخاطب شعبا ليس شعبك. بالإضافة للحملات التي تقوم بها وسائل إعلام فرنسية خصوصا في أحداث الزلزال، بل بعض الصحف الفرنسية يقولون بأن المغاربة يعانون في الزلزال والسلطات المغربية لا تريد استقبال المساعدات الفرنسية، وهي ضد الشعب المغربي. ويوم الأربعاء الماضي المغرب سيطرد صحفيين فرنسيين في مجلة فرنسية، ومباشرة بعد خروجهم من المغرب الصحفي سينشر منشور ويقول بأنه تعرض للقمع من طرف السلطات المغربية. لكن بحسب الحكومة المغربية فإن الصحفيين دخلوا للمغرب على أساس سياح ولم يتبثوا بأنهم صحفيين، الشيء الذي جعل المغاربة يطالبون بتطبيق الفيزا على فرنسا. وحسب الأرقام فإن 51 ألف فرنسي يسكن في المغرب، و1.5 مليون مغربي يسكنون في فرنسا، وفي عام 2023 فإن 416 ألف سائح فرنسي جاءوا إلى المغرب. إذن فكره الفيزا من الناحية السياحية والاقتصادية لن تخدم مصالح المغرب. إلى هنا نصل إلى نهاية الحلقة، وكالعادة شاركنا برأيك في التعليقات ولا تنسى الاشتراك في القناة.